ان معدل الحرق المتعلق بالتمرين لا يمثل الا 5% فقط من معدل الحرق الكلي بتاعنا. لو كتبت على جوجل ازاي اعلي معدل حرقي هتلاقي مقالات كتير جدا وطرق كتير، من وصفات لاعشاب لادويه، كلها بتوعدك انها هتعلي معدل حرقك. بس السؤال هنا، الصح فين؟ وقبل ما تسأل الصح فين او الغلط فين، محتاج تسأل نفسك سؤال مهم جدا: هو يعني ايه اصلا معدل حرق؟ عشان كده في حلقة النهاردة هنتكلم عن معدل الحرق، هنقسمه لمكوناته الاساسية، وهنعرف ازاي نشتغل على كل مكون فيهم بعادات يومية بسيطة جدا عشان في النهاية نرفع معدل حرقنا بشكل كامل. الفيديو النهاردة هيطول شوية فعايزك تركز معايا. مبدئيا كده، معدل الحرق هو كمية الطاقة اللي الجسم بيستهلكها عشان خاطر يحافظ على نظامه الحيوي مستقر، بالإضافة إنه يدعم باقي الأنشطة اللي الجسم بيقوم بيها. وعشان كده هو مش جزء واحد، هو 4 أجزاء، كل جزء فيهم مسؤول عن حاجة معينة بيعملها وبيتأثر بعوامل مختلفة بنتعرض ليها كل يوم. وعشان كده النهاردة هنمسكه جزء جزء، نعرف كل جزء بيشتغل على إيه، بيتأثر بإيه، وإزاي نقدر إحنا نفسنا نعلي من معدل حرقنا. أول نوع معانا وهو معدل الحرق الأساسي او البيزل ميتابوليك ريت، او اختصارا بنسميه BMR، وهو بكل بساطه كميه الطاقه اللي الجسم بيستهلكها واحنا في حاله الراحه التامه. يعني تبقى نايم كده على السرير باصص للسقف ما بتفكرش في حاجه، لكن جسمك شغال بيستهلك طاقه عشان يشغل ضربات القلب، عمليه التنفس، الحفاظ على درجه حرارته، وعمليات حيويه تانية كتير. هو ده BMR، والBMR ده بيمثل حوالي 70% من معدل الحرق الكلي للجسم. فقد ايه هو حاجه مهمه، وهو اكبر جزء بيأثر على معدل حرقنا. طب هو ممكن يكون بيتأثر بايه؟ الوزن، الطول، السن، راجل ولا ست، يا ترى عندك كتله عضليه قد ايه؟ كل دي حاجات اساسيه بتأثر على معدل الحرق الاساسي او BMR. وكمان بعض العادات اليوميه زي هل بتشرب ميه ولا بتنسى؟ يا ترى اخبار النوم ايه؟ بننام كويس ولا مقصرين في النوم؟ كمان بعض الحالات المرضية أو الخلل الهرموني اللي ممكن يأثر على معدل الحرق الأساسي، زي مثلا كسل الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية، أو حتى كمان مقاومة الأنسولين، تغيير تكيسات المبايض اللي بتيجي للإناث. وعايز أقول لكم كمان أثناء الحمى، لما حد يكون عنده دور إنفلونزا وحرارته عالية، ده بيأثر على معدل الحرق. تعرفوا كمان إن درجة حرارة الجو بتأثر على معدل الحرق، وده اللي بيخلي معدل حرقنا في الشتاء أعلى من الصيف، لأن في الجو البرد الجسم بيحاول يتكيف مع الجو المحيط بيه، فبيرفع من معدل حرقه علشان خاطر يحافظ على درجة حرارة الجسم عند 37. زي ما انتم شايفين حاجات كتير جدا بتأثر على معدل الحرق، بس ازاي احنا بقى نفسنا نحسن منه ونعليه؟ ده هيتم بكل بساطة لما تراعي كل العوامل اللي اتكلمنا عنها. يعني فعلا محتاج تشرب ميه كفايه، محتاج تنام كويس، محتاج لو عندك كتله عضليه ضعيفه انك تشتغل انك تقويها، لو عندك اي مشكله صحيه او هرمونيه لا قدر الله محتاج تمشي في طريق العلاج بتاعها وتكون متابعها. لو عملت كل الحاجات دي بس هتلاقي ان معدل حرقك الاساسي في اعلى معدلاته. لكن التاثير الحقيقي اللي نقدر نعمله مش في معدل الحرق الاساسي، ده في ال3 اجزاء التانيين اللي هنتكلم عنهم دلوقتي. الجزء الثاني من معدل حرقنا وهو متعلق بالتمارين الرياضيه، او بنسميه الاكسرسايز ثيرموجينيسيس، وهو بكل بساطه كميه الطاقه اللي بيستهلكها الجسم لما بنقوم بالتمارين الرياضيه اللي بنعملها سواء في الجيم او في النادي او في اي مكان. خلينا نكون متفقين ان التمرين جزء اساسي من معدل حرقنا، ومحتاجين ندخله في اي برنامج حتى لو مش للتخسيس، فهو للحفاظ على الصحه. طب يا ترى هتمرن قد ايه؟ منظمة الصحة العالمية بتنصح ب 150 ل 300 دقيقة في الأسبوع من التمارين الخفيفة. مهم جدا يكون منهم مرتين على الأقل أسبوعيا تمارين لتقوية العضلات. لو تفتكروا لما اتكلمنا عن معدل الحرق الأساسي وعرفنا إن وجود كتلة عضلية كبيرة بيساهم في رفع معدل الحرق الأساسي، فلما ندخل تمارين تقوية العضلات زي التمارين بالأوزان زي السباحة وزي غيرها من التمارين اللي بتساعد على تقوية العضلات أو تمارين المقاومة، ده هيخلينا يكون عندنا كتلة عضلية عالية فنزود معدل الحرق الأساسي، وكمان نستفيد من وجود معدل الحرق المتعلق بالتمرين أو الإكسرسايز ثيرموجينيسيس. بس في حاجة عايز أقول لكم عليها، إن معدل الحرق المتعلق بالتمرين لا يمثل إلا 5% فقط من معدل الحرق الكلي بتاعنا، وعشان كده ما تعتمدش عليه هو بس،
الناس اللي بتروح الجيم وتقول انا حرقت على الساعه كام كالوري، متخيله ان هي كده خلاص قفلت التارجت. لا، ده 5% بس من التارجت بتاعك. هقول لكم النوع اللي جاي على نوع تاني من معدل الحرق بيمثل 3 اضعاف النسبه دي. تعالوا نشوف. الجزء الثالث من معدل حرقنا نقدر نختصره في كلمه نيت، وهي نون اكسرسايز اكتيفيتي ثيرموجينيسيس، وهو بكل بساطه كميه الطاقه اللي بيستهلكها الجسم عشان يقوم بالانشطه البدنيه اللي مش تمرين. انشطه زي المشي اللي بنعمله كل يوم، طلوع السلم، او حتى عشان خاطر نقوم من على الكنبه ندخل ننام على السرير، ده بيساهم في رفع معدل الحرق الكلي. واللي مش هتصدقوه ان النيت ده بيمثل 15% من معدل الحرق الكلي، يعني 3 اضعاف معدل الحرق اللي جاي من التمرين. وده بيفسر حاجه مهمه جدا، ان كتير منكم ممكن يكون بيروح الجيم كل يوم، لكن هي ساعه اللي بيروحها بس في الجيم، وباقي وقت اليوم هو قاعد على الكنبه او على المكتب ما بيعملش اي حاجه. وعشان كده بتلاقوا دايما شكوى، انا بروح الجيم بس مش لاقي تغيير، معدل حرقي زي ما هو، لانك فقدت 15% من معدل حرقك لما اهملت في النيت. طب نعمل ايه؟ تعالوا اقول لكم. من النهارده عايزك تهتم بالخطوات اليوميه اللي بتعملها شويه. تقدر تقيسها عن طريق سمارت واتش او عن طريق ابلكيشن، وحط تارجت لنفسك انك تعمل كل يوم 10000 خطوه. ولو مش عايز تحسب يبقى خلي الحركه والنشاط البدني جزء اساسي من يومك. يعني لو عندك مكالمه تليفون ما تفضلش قاعد على المكتب وانت بتاخدها، حاول تقوم تتحرك شويه. لو انت بتتمشى في الشارع حاول تخلي خطوتك اسرع شويه. ترويق الشقه ده المفروض يكون تاسك هدفه الاساسي نرفع معدل الحرق، مش حاجه بنقعد نتهرب منها. لو احنا رايحين المول، بدل ما تقعد تدور على اقرب مكان ناحيه البوابه بتاعه المول وتقعد تلف اكتر من لفه، اركن بعيد شويه مفيش مشكله، وانزل اتمشى وانت رايح وانت راجع. لو بتركب مواصلات حاول تنزل محطه بدري، اتمشى للشغل وانت راجع من الشغل. كل دي حاجات بسيطه جدا، لكن بتجمع مع بعضها وهترفع لك جدا من معدل حرقك الكلي، لانك بتكتسب فعلا النيت اللي بيمثل 15% من معدل حرقك. اما الجزء الرابع من معدل الحرق وهو متعلق بالاكل نفسه. هنعلي معدل الحرق عن طريق الاكل. اللي اقصده هنا بالاكل هو بعض العناصر الغذائيه اللي الجسم عشان خاطر يكسرها ويهضمها ويمتصها بيحتاج هو نفسه ان يبذل مجهود في العمليه دي. فهنلاقي ان بعض العناصر الغذائيه بتخلي الجسم يحرق طاقه كتير عشان يتعامل معاها، وعناصر غذائيه تانية الجسم مش محتاج يحرق طاقه كتير، حبه صغيرين هيكونوا كفايه. حاجه مثلا زي البروتين عشان الجسم يقدر يكسره ويهضمه ويمتصه تماما، تلت الطاقة اللي فيه بتروح في العملية دي، يعني حوالي 30% تقريبا من الطاقة اللي موجودة في عنصر البروتين بتروح عشان بس الجسم يقدر يكسره ويهضمه ويمتصه. في حين ان 1% في المتوسط من الدهون او من السكريات البسيطة هو بس اللي بيفقد اثناء عملية هضمهم وامتصاصهم. وعشان كده هتلاقي دايما اللي بياكل اكله عباره عن فاست فود ومخبوزات ومقضيها حلويات، ما بياكلش بروتين كفايه، هتلاقي دايما بيشتكي ان معدل حرقه قليل، وده لانه فقد جزء مهم من معدل الحرق، وده اللي بنسميه the thermic effect of food. وعشان كده لو عايز فعلا تعلي معدل حرقك، اهتم ان اكلك يكون غني بالبروتين، غني بالكربوهيدرات المعقده اللي ليها برضه ثيرميك افكت عالي، وان يكون فيه نسبه عاليه من الالياف الغذائيه. انا عارف انك مستني الروشته السحريه اللي قلت لك عليها في الاول، لكن في الحقيقه انا شرحتها لك على مدار الحلقه كلها. لو مسكت جزء من معدل حرقك واشتغلت عليه صح، عمرك ما هتحتاج لا شوربه اعشاب ولا حبايه سحريه. السؤال هنا، هتبدا امتى؟